تحياتي وتقديري للإعلامية الجميلة الأستاذة نجوى حسن. تحياتي وتقديري. لو سمحتوا بس الصوت يا جماعه عشان بس نبدا. لو سمحتوا نكمل المبادره بتاعتنا. اتفضلوا يا دكتور. تحياتي وتقديري أيضا للمنصة الكريمة كل باسمه وصفته. تحية شكر وتقدير لا تفوتني للإعلامي الرائع الراقي الدكتور محمود النجار الذي يقوم بتقديم المؤتمرات والملتقيات بحرفية عالية في الأداء والجودة والألفاظ والإنشاء. استنوا يا جماعة يعني النهارده بقينا نشكر 7 سنين شغل لله وتيجي تاخدها في دقيقة وتطلع هي وتشوف منك ما حصلش. الناس دي جايه من اخر الدنيا شكرتك جايه من بره مصر وجايه من اخر الدنيا بعد ما عشان يكون معانا هنا. دي الوجه اللي هعمل انا بمبادرة باسمنا بقى. يا ست ربنا معاك. ربنا معاك ان شاء الله. موضوع اليوم موضوع حيوي جدا ومهم جدا على المستوى الاجتماعي والديني والصحي والخلقي. أنا بصفتي كنت مستشارة لغة عربية في وزارة التربية والتعليم، وكنا في ذات يوم قايمين لجنة متابعة ل 6 أكتوبر امتحانات الثانوية العامة الترم الثاني. للأسف فوجئت إن طلبة الترم الثاني الفشلة اللي معظمهم آبائهم أساتذة في الجامعة وأمهاتهم أساتذة في الجامعة أو مهندسين الاثنين أو أطباء الاثنين، ده دليل قاطع بأن مفيش متابعة في الأسرة. مستويات علمية مرموقة وعالية، لكن الأولاد بيفتقدوا المتابعة، بيفتقدوا الرقابة، بيفتقدوا النصح والإرشاد. لو تناولت